وبعد ساعة ونص ضحكوا على الفكرة وسابوا كل واحد فيهم لدوره الأصلي. لو حطيتهم جنب بعض مش هتصدق إنه نفس الممثل. سنة 1985 قدم يحيى الفخراني فيلمين في وقت متقارب جدا، كل واحد فيهم اختبار مختلف كليا. فيلم الكيف شخصية صلاح، شاب محترم بياخد قيمه من أبوه المرحوم، بيتحول في نفس الفيلم لمدمن كامل. فيلم إعدام ميت، دور أبو جودة ضابط المخابرات الإسرائيلي، شر بارد بيلعب على الحرب النفسية مش القسوة الجسدية، وفي النهاية بيطلق على نفسه النار لما تفشل خطته، وعشان مشهد واحد اتعلم العوم من الصفر، وقال لفريق العمل إنه ما بيعرفش يعوم قبل ما ينط على الباخرة. وكواليس طريفة اتسربت بعد كده بين الفخراني ومحمود عبد العزيز، فكروا يبدلوا الأدوار مع بعض، الفخراني يمثل الشخصية بتاعة المزاجنجي ومحمود يمثل الدكتور صلاح. اتفقوا يفكروا فيها